مهدي مبارك لمحمد بكعزي، والكره وصلت لمحمد بوركسوت، يسري بوزوق في الوقت اللي مهدي موهوب يستعد، ورقه هجوميه غادي يرمي بها المدرب الالماني جوزيف زيمباور. بوركسوت ليسري بوزوق مره اخرى عند محمد بكعزي لصابر بوغرين، فرصه يهدف. صابر بوغرين الرجاء بعد ما صبر تقريبا 63 دقيقة ينجح في تسجيل الهدف الأول بواسطة صابر بوغرين. تسديدة قوية تعانق شباك الحارس زياد العفصة، وهدف أول لفائدة فريق الرجاء. فرحة كبيرة للمدرب الألماني جوزيف زيمباور بهذا الهدف، وبالتالي الهدف جاء من تسديدة قوية وتسديد كان حلم الحلول أمام فريق الرجاء. لاحظوا صابر بوغرين يسدد أمام جوج ديال المدافعين، تمكن أن يوضع الكرة في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه التسديدة القوية الأرضية التي تغالط الحارس زياد العفصة. إذا نتيجة كتغير لفائدة الفريق الأخضر فريق الرجاء. 1-0. صابر بوغرين ينجح في تسجيل الهدف. تنقول الهدف من زاوية أخرى ومن مختلف الزوايا. فرحة كبيرة لجوزيف زيمباور وللإداري الطنطاوي ولباقي كيد اللاعبين الاحتياطيين بالنسبة لفريق الرجاء. آدم النفاتي، آدم يغادر ويترك مكانه لمهدي موهوب. كيبان بان يمكن آدم النفاتي بعد تسجيل الهدف مازال كيف يكون. لاحظوا جوزيف زيمباور بطريقة احترافية بتهدئة الكرة. كيمر عند المدافع يوسف بالعمري لنوفل الزروني. مهدي موهوب، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء عند اللاعب نوفل الزروني. شنو يعمل الزروني؟ دائما فرصه الهدف الثاني، والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب مهدي موهوب واولى اهدافه بقميص فريق الرجاء. اكيد بانه الكل سيدون بان هذا هو اول هدف للموهوب مهدي موهوب الذي تمكن من وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، تمريره من الجهه اليسرى من نوفل الزروني، رجعت الكره من بوركسوت ثم مهدي موهوب الذي يضع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. لاحظوا اعتقد نوفل الزروني حاول يسدد مباشره للمرمى، مهدي موهوب في المكان المناسب يضع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. تابع هذه المحاوله محمد بوركسوت، تمكن انه يرجع الكره في الوقت كانت تابعوا تسديده لنوفل الزروني، تصل الكره لمهدي موهوب، وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء.